يا ترى ايه هو ميعاد نتيجة تنسيق المرحلة التانية؟ والموقع لحد الآن لسه فاتح وما قفلش. تفاصيل كتير بتدور في دماغك وأسئلة إن شاء الله هنجاوب عليها في فيديو النهاردة تخص تنسيق المرحلة التانية لطلاب الثانوية العامة 2024. ومعانا كمان بعض التوقعات لتنسيق أو لدرجات طلاب المرحلة التانية. بس في البداية كده، لو انت أول مرة تتابعني متنساش تعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناة وفعل زر الجرس. بقدم محتوى خاص بطلاب الثانوية العامة والكليات، من تعريف بالكليات والتنسيق والدرجات وفرص السفر وكل ما يتعلق إن شاء الله بفترة الثانوية لحد ما توصل الجامعة. فاشترك في القناة وفعل زر الجرس. ويلا بينا نشوف أول حاجة هنتكلم فيها، وهي مواعيد نتيجة تنسيق رغبات طلاب المرحلة التانية. طبعا كلنا عارفين ان المفروض كان مقرر يوم السبت 24 اغسطس 2024 ان يتم غلق موقع الرغبات. خلاص المفروض نهاية تسجيل الرغبات ينتهي عند يوم السبت 24. وانا ذكرت في فيديو قبل كده ان من المتوقع ان هم يمدوا كتابة الرغبات يوم كمان، اللي هو يوم الحد 25 اغسطس. وبالفعل تم تمديد تسجيل الرغبات، ولسه مستمر لحد الان. تقدر او متاح تدخل تعدل رغباتك او تقدر انك تكتب بجديد لو انت لسه ما كتبتش الرغبات بتوعك. طيب ايه السر في كده؟ طيب مبدئيا كده الوزاره كل سنه ما بتحط ديدلاين لميعاد تسجيل الرغبات، طبيعي جدا ان هي تمده، وممكن كمان يتمد يوم او اتنين حتى لو هم ذكروا ان هو هيتمد يوم واحد بس، وده بيحصل كتير جدا، مفيش منه اي مشكله خالص. طيب خدها نصيحة مني، انت خلاص سجلت رغباتك، عملت كل حاجة، شفت كل الفيديوهات اللي احنا منزلينها، يبقى انت كده تمام وزي الفل. وما تحاولش تدخل على موقع تاني حتى تتأكد. ده الناس اتأكدت خلاص، انت كده كده كاتب وطبعت ايصالك. وخدوا بالكم الطباعة اللي في الاخر دي مش اجباري، بس يعني خليها معاك او سكرين شوت على موبايلك احتياطي. طيب ليه يا زياد ما تدخلش على الموقع بحيث اني اتاكد او اشوف؟ لان بكل بساطه ممكن الموقع يقفل عليك اصلا او تسجيل الرغبات ينتهي ويحصل مشكلة، ويعني للأسف ممكن الرغبات اللي انت كاتبها دي كلها تتحذف. فما تحاولش. والموقع ان شاء الله في احتمالية ان هو يقفل النهاردة بالليل، اللي هو يوم الاثنين، او يعني بالكتير اوي يوم التلات. يعني في احتمالية كده بإذن الله، وممكن يتمد اكتر من كده، ده وارد طبيعي جدا، بس الغالبية العظمى بإذن الله هينتهي ان شاء الله بالليل او بكرة بإذن الله. طيب المفروض النتيجة بقى بتكون امتى بالظبط؟ النتيجة بإذن الله بتكون بعد إغلاق موقع التنسيق بيوم او اتنين، ممكن توصل لتلات ايام في بعض الاحيان، بس ان شاء الله يوم او اتنين. وباذن الله النتيجة تكون ظاهرة على الموقع. ندخل برضه على نفس الموقع، بدل ما يكون مكتوب قدامنا كده تسجيل الرغبات مفتوح لك الان نتيجة المرحلة الاولى والتانية. فكلنا ان شاء الله في انتظار النتيجة اللي ممكن تكون بعد يوم او اتنين. يعني ممكن باذن الله على الاربع او الخميس تكون نتيجة تنسيق او نتيجة رغبات طلاب المرحلة التانية باذن الله ظاهرة على الموقع، وتقدر انك تبدأ في تقليل الاغتراب. طيب تقليل الاغتراب بيفتح امتى؟ تقليل الاغتراب بيفتح بعدها تقريبا بعدها بيومين او بثلاثة، يعني ممكن يوم السبت او الحد ان شاء الله الجايين تبدأ انك ان شاء الله يعني تكتب او تسجل في تقليل الاغتراب. دلوقتي مع بعض ان شاء الله هقول لك توقعات تنسيق بعض الكليات ل 2024، ودي من اسمها توقعات، يعني الكلام ده ماهوش صح بنسبة 100%. طيب عشان نكون عارفين نبدأ مع بعض كده بكلية تمريض. كلية التمريض السنة اللي فاتت كانت واخدة من ترتيب 64035. يعني لو انت ترتيبك 64000 في الحدود دي تقريبا، يبقى انت ممكن يجيلك كلية تمريض. طيب السنة دي الناس اللي تقدر او يعني اللي ترتيبهم 64300 دول جايبين 351 او 85 ونص. يبقى تنسيق السنة دي احتمال يكون في الحدود دي او من 85%. طبعا دي زيادة رهيبة ما بين السنة دي والسنة اللي فاتت. طبعا الموضوع السنة دي مش احسن حاجة في التنسيق، لان المجاميع طبعا عالية جدا، دي اول مرة تحصل من زمان يعني. السنة اللي فاتت تقريبا كان تمريض في حدود 80.1 او 81%، فكده زادت حوالي 4%. بس برضو يظل كل ده توقعات، فانت كل اللي عليك تقول يا رب الكلام ده مش صح بنسبة 100%. ان شاء الله كل يوم او اتنين ونعرف بالظبط الدنيا ماشية ازاي، او التنسيق هيكون عبارة عن ايه بالظبط. زي ما توقعنا ترتيب كلية التمريض، هنتوقع مع بعض كده تنسيق كلية الطب البيطري. السنة اللي فاتت كانت بيطري اخدة لحد 32,621 طالب، 32,621. السنة دي اللي جاب حوالي 33,000 او مجموع 367، ده هيكون مجموعه 89 ونص.
وبالتالي برضو التنسيق لحد ما عالي شوية عموما، بس بالنسبة للطب البيطري هو في نفس الرينج، يعني مش فارق كتير يعني قوي عن كلية التمريض، او ما زادش زيادة رهيبة زي يعني في نفس الرينج بتاع السنة اللي فاتت بدون اي مشاكل خالص، والدنيا لحد ما تمام. برضه يظل دي كلها توقعات مش حاجة أساسية. نيجي لآخر كلية معانا متوقعة، وهي كلية الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي علوم. السنة اللي فاتت كان المجموع 27,000، أو يعني كان ترتيب الطلبة 27,000 تدخل حاسبات، والسنة دي اللي جاب 28,000 أو ترتيب 28,000 يبقى مجموع 90%. طبعا دي زيادة رهيبة، بس أنا عن نفسي بتوقع إن ده يقل شوية، وما هو إلا عبارة عن توقعات. الكلام ده قلنا مش أكيد ومش صح بنسبة 100%. أنا مش بقولك كده عشان أشتتك، أنا بس بديك نبذة عن اللي ممكن يحصل، فان شاء الله يا رب نتمنى ان هو يكون اقل من كده بكتير. بس كده فيديو النهارده كان خفيف، حبيت اقول لك فيه كده كام معلومه بخصوص التنسيق. الناس اللي بتسال موقع ليه ما قفلش لحد دلوقتي، ما تقلقش من اي حاجه، هم يقفلوا زي ما يقفلوا براحتهم في اي وقت، بس ما تدخلش على موقع الرغبات عشان ما تحطش في مشكله. وما تقلقش من اي حاجه، دي ان شاء الله كلها تمام. وانتظر باذن الله الفيديوهات اللي جايه، وان شاء الله الفيديو اللي جاي بعد نتيجه التنسيق ان شاء الله هيكون عن تقليل الاغتراب باذن الله، فاستنوه. كان معاكم اخوكم زياد الحصري، واللي عنده اي سؤال بخصوص اي حاجه يكتب في الكومنتات تحت، ومحدش ينسى في الانستجرام برد على كل المسجات اللي بتجيلي. وشكرا ودمتم بخير وسلام.